السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين وحشتوني. عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله احلى قرص طرية فلاحي تستاهل بقكم. وهنعملها من ايه؟ من شوية لبن قاطع. يلا نسمي بسم الله. ومعانا لبن كنت بغليه، والحمد لله انا كنت جايبه نص كيلو. اول ما حطيته على النار هوب لقيته قطع. طب اعمل ايه؟ ارميه؟ لا طبعا، مفيش ست شاطره ترمي اللبن القاطع ابدا. هنعمل منه بقى قرص فلاحي طريه ساده وبالعجوه، وهتبقى طعمها وريحتها جايبه اخر الدنيا، ولا كاننا مستخدمين لبن رايب. تابعوني بقى لاخر الفيديو عشان تعرفوا هنطلع القرص التحفه دي ازاي. يلا نسمي بسم الله. مقاديرنا سهلة جدا. معايا باكو خميرة، معايا 3 معالق كبار من السكر، ونص كيلو من اللبن القاطع مش هاخده كله. معايا 3 ارباع كوباية سمنة وهحط عليها 3 معالق زيت. ومعايا معلقتين كبار من اللبن البودر، والدقيق انا هنا استخدمت حوالي كيلو الا ربع. يعني انا حطيت مقدار الدقيق على اساس مقدار اللبن اللي انا حطيته. حطيت هنا بقى الخميرة والسكر، وهنزل باللبن الدافي. بس انا ما اخدتش النص كيلو كله، يعني بقيت منه كده شويه، خدت منه زي ربع كيلو وشويه. هنقلب بقى كويس قوي اللبن الدافي مع الخميره مع السكر عشان يتفاعلوا مع بعضهم. وهسيبها بقى في مكان دافي كده، هغطيها واسيبها تخمر شويه، وهتشوفوا بقى الجمال اللي وصلت له. ما تنسوش يا حلوين تشتركوا في القناه لو انتوا بتحبوني وبتعجبكم فيديوهاتي، وتفعلوا زر الجرس وعشان يوصلكوا كل حاجه جديده. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ بصوا بقى، بصوا جمال الخميره بقى وهي خمرانه كده وبتتنفس كده ومبقبقه حلوه مبقبقه دي. المهم، هننزل بقى بالدقيق شويه بشويه، حبه بحبه، لحد ما اوصل لعجينه حلوه. وطبعا في اللحظه دي هاخد كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، انا زودتها بس عشان تفتح معايا المسام شويه وتديني نفشه حلوه كده صغننه في القرص. ورشه من الملح، ونقلب بقى نديها تقليبه حلوه. انا لسه ما حطيتش ولا الزيت ولا السمنه. واللبن البودر فايدته ايه هنا؟ فايدته ان هو برضو بيعزز معايا بقى النكهه، وبيديني كمان ايه، يخلي لونها كده فاتح وحلو. هنزل بتلات ارباع كوبايه السمنه، وتلات معالق كده من الزيت، علشان الزيت كده برضو بيديها هشاشه كده حلوه. بس واللبن البودر اهو. وهنقلب بقى كويس كده بالراحه عشان بس ما بوظش التخمير اللي حصل. هننزل بقى بالدقيق بقيته شوية بشوية، وابتدي بقى اعجن، استخدم ايدي واعجن بقى بالراحة. بصوا الف كده العجينة كأني بلفها، علشان ما طلعش الهواء والتخمير اللي هو فيها. انا عايزة اوصل لقوام عجينة تبقى طرية خالص ناعمة، بس في نفس الوقت مش بتلزق في الايد، مش عايزة عجينة قاسية خالص. انا هنا ما حطيتش ولا ينسون ولا شمر ولا اي حاجة، لو حابين تحطوا حطوا. بصوا بقى مع العجن بقى، هات يعني عجينه عباره عن ملبن كده يا ناس، مش عجينه. حلوه حلاوه مش قادره اقول لكم عامله ازاي. بصوا ملمسها تحفه، وكانت ريحتها تحفتين. طبعا بقى اللبن ده يعتبر لبن رايب، مع السمنه بقى مع اللبن البودر عاملين شغل عالي قوي. بصوا الطراوه بتاعتها، اهم حاجه ان هي ايه، طريه جدا بس مش بتلزق في ايدي. هو ده القوام اللي انا عاوزاه. خلصنا بقى خالص، هنهديها ونسيبها بقى ترتاح. روحي بقى اغسلي مواعينك وشوفي الحاجة اللي وراكي عقبال ما تخمر وتبقى ايه، تمام التمام. يلا بينا بقى كده نسمي بسم الله. بصوا الجمال بتاعها، بصوا قبت وخمرت ازاي ومفتحة المسام بتاعتها ازاي. في اللحظة دي هكون بقى محضرة صينية كده حلوة. ابتدي بقى ان انا ايه، الاول اديها البوكس المحترم. عايزين بقى إيه، بالراحة كده نحاول نقلبها عشان بس اهبط التخمير اللي فيها، بس انا مش عايزة افقده. انا مجرد بس بهديه كده، بخبطه بالراحة خالص. هنبدأ بقى نقطع بقى كور كده، اعملها كده زي البقجة، ان انا يعني اضمها على بعض كده. بصوا بقى اهي، واحطها هحطها ترتاح تاني. ما تزهقوش وتقولوا احنا مش كل شويه هنخليها بقى تخمر، هي نخمرها مره واحده ونقرصها وبعد كده نخمرها. لا صدقوني، كل خطوه من الخطوات اللي بتعملوها دي بتفرق جدا في ملمس العجين. وكل ما اخلص جزء اغطيه فوطه، انا مش عايزاها تنشف. ودي بقى حته عجوه كده كانت متبقيه عندي من كحك العيد اللي عملناه في رمضان. قلت بقى ايه، خديها استعمليها. عملتها كده دواير صغيره، وقلت اعمل جزء محشي بالعجوه.
احط الحشو ونفس الحكايه هكور واحطه. اما اجي احطه في الصينيه بحط على الناحيه اللي انا مقفله منها. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص كميه العجين بتاعتي. دي هتعتبر المره اللي قبل الاخيره اللي انا هريح فيها، بس انا هسيبها مجرد 10 دقايق. حتى انتوا هتشوفوا الفرق ما بين الشكل اللي هو كان قبل ما اريحها وبعد ما اريحها. الخطوة اللي بعد دي هكون محضرة بقى معايا صاج اللي انا هبتدي اخبز فيه في الفرن، واحط بقى فيه العجين بتاعي بقى بالراحة، عشان انا خلاص بعد ما حطيتها في الصاج مش هينفع. بصوا بقى ريحت ازاي، اكنها كده نامت. هاخد بقى القرصاية بتاعتي واحطها واخليها ايه، ابططها بطيطة كده ايه، صغننة. اخد القطعة بتاعتي بالراحة من غير ما اطلع منها الهواء وابطها كده ايه، بطتة صغننة. انا عايزة القوام بتاعها يبقى مقلبص كده حبة، مش عايزاها رفيعة خالص عشان ما تنشفش. انا عاوزاها قرصة طرية مالية مركزها كده اهي. بصوا السمك بتاعها اهو. خلاص كده خلصنا كله. هغطيها واريحها بقى اخر 10 دقايق في حياتها، هترتاحهم قبل ما تدخل الفرن. وبعد كده هكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200. هحطها فيها لحد ما تاخد لون من فوق ومن تحت. طب خدت لونه من تحت ولسه ما خدتش من فوق، هطفي من تحت واسيبها في الشوايه ثواني. بصوا الجمال والطعامه. يلا بقى حضروا احلى كوبايه شاي بلبن، ويلا بقى كلوا ودوقوا احلى قرص ساده وبالعجوه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم، وبجد جربوها مش هتندموا. وادي اللي بالعجوه اهي. متنسوش اللايك يا حلوين، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.